السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أو أسعد الله مساءكم بكل خير، على حسب ما هتشوفوا الفيديو بتاعي. يا حبايب قلبي، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال، يا صباح الرزق على عيونكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا البريوش يا ولاد، أو على حسب ما بتسموه. أنا سمعت أسماء كتير بصراحة ليه بس اللي أنا أعرفه بريوش. تمام تمام. انتوا سموه بقى زي ما انتوا عايزين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عايزة اقول لكم تحفة تحفة، يعني كلمة تحفة قليل عليه. هو بيتحدث عن نفسه قدامكم اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. نصلي على رسول الله ونبدأ بقى الفيديو، نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. طبعا اللي انا معايا نص كيلو دقيق. اخدت شوية دقيق زي ما احنا شايفين كده، وطبعا الخميرة بحضرها زي ما انا متعودة معاكم. معايا البيضة حطيت عليها الفانيليا، ومعانا معلقتين لبن بودرة، ومعانا ربع كوباية سكر، ومعايا اللهم صل على رسول الله نص معلقة بيكنج باودر، وطبعا معلقة الخميرة الكبيرة وذرة الملح. تمام. معايا اللبن بقى، حطيت كوباية لبن عليها نص كوباية مية، وعملت الخميرة زي ما احنا شايفين كده، عملتها بالمعلقة وغطيت عليها خمرة، ورحت نازلة عليها بالدقيق. طيب يا ام احمد، طب انا ما عنديش لبن بودرة عادي خالص طبعا، ومعلقة الخل يا ولاد، عشان انا نسيت اقول لكم على معلقة الخل. معلقة الخل دي يعني محسن لوحدها. نزلنا بالبيضة ونزلت بالدقيق كده هنعجنها. عايزه اقول لكم ما خدتش ميه خالص ولا خدت اي حاجه العجينه. يعني بعد اللي انا عملته، انا كملت بقيه الكوبايه بتاعه اللبن على الميه. تمام. حبه تعجيني بميه مفيش مشكله، يعني عادي لو ما مش موجود لبن عادي خالص مفيش مشكله. طبعا عجنت ورحت نازله ب3 مكعبات او 4 مكعبات زبده كده، لان انا عامله نص كيلو دي يا ولاد. وعايزه اقول لكم طالعه هشه وتحفه تحفه تحفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كده ما كنتش حطيت خلاص ميه بقى تاني. لميت العجينه وسبتها خمرت، وهنقطعها دلوقتي مع بعض. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كده كنت شلتها في ايدي لان بصراحه دراعي وجعني جدا فشلتها في ايدي كده وعملت ايه، كملتها ما شاء الله. هي لازم يبقى الملمس بتاعها ناعم كده، بتحس ان هي بتتلزق، بس هي ما شاء الله عليها تحفه تحفه ما شاء الله. سبتها خمرت وهنقطعها مع بعض. انا ما كسرتش خمرها يا ولاد. انا ايدي طبعا كانت متعصه سمنه، لان انا كنت بدهن الصواني سمنه. دهنت الصواني سمنه وجهزتها جنبي، وبدات بقى اقطع. ما رضيتش اعملها اطلع خمرها، قلت خليها زي ما هي كده. بقيت اخد منها واقطعها